في قديم الزمان كان هناك قرية صغيرة اسمها كفر الزير فيها بقرة، وكانت القرية تعيش على حليبها. وفي يوم من الأيام كانت البقرة تشرب من الزير ولم تستطيع إخراج رأسها من الزير، فأتى أهل القرية وحاولوا أن يخرجوا رأس البقرة من الزير للحفاظ على حياة البقرة دون أذى، والحفاظ على الزير لكي لا ينكسر، ولكن دون جدوى. فلجأوا للعمدة ليحل المشكلة لأنهم افترضوا فيه الحكمة. فجاء العمدة ونظر للبقرة والزير، وبعد تفكير عميق قال لهم اقطعوا رأس البقرة، فقطعوه. فقالوا يا عمدة ما زال رأس البقرة في الزير، ماذا نفعل؟ فقالوا اكسروا الزير، فكسروه. ثم ذهب العمدة بعيدا وجلس حزينا، فجاءه أهل القرية وقالوا له يا عمدة لا تحزن، فداك البقرة وفداك الزير. فنظر إليهم وقال لست حزينا على البقرة ولا على الزير، ولكنني حزين ماذا ستفعلون لو لم أكن معكم. فما كان من أهل القرية إلا أن دعوا له بطول العمر والبقاء.